والاستماع للنشيدين الوطنيين وأمام أنظار الجماهير التي حلت بالمدرجات من أجل متابعة هذا اللقاء. الآن سندخل في أجواء المقابلة وأيضا التعرف على الأسماء المشاركة. بعد لحظات غادي يكون هناك سرد للتشكيلة الخاصة بالمنتخبين معا. المنتخب الوطني المغربي طموح كبير ورغبة كبيرة من جانب طارق السكسيوي باش أنه يتجاوز المحطة هذه، وأيضا الخصم ديالو اليوم المنتخب العراقي الشقيق. وكنشوفوا بأنه مواجهة عربية هنا بمدينة نيس الفرنسية، حيث التباري حيث التنافس. الطاقم التحكيمي اللي غادي يقود هذه المقابلة غادي تعرفوا عليه بعد لحظات بقيادة رامون أباتي وهو من البرازيل، بمساعدة جوج ديال الأسماء برازيلية فيها ألفاريز رافائيل وأيضا كاميلو غير. هنا الصورة التذكارية وأيضا جانب من الحضور في المدرجات. الجماهير سواء المغربية أو العراقية فهي جنبا لجنب مع بعضها البعض. كنشوفوا هنا الطاقم التحكيمي اللي تحدثنا عليه منذ لحظات، رامون أباتي، الحكم الساحة رافائيل ألفاريز. صمد كيستلم، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة بحث الانسداد، مرور من الجهة اليمنى اللي كنشوفوا هنا الانطلاقة الجهة اليسرى، تصويبة كترتطم بالدفاع، يواصل مشواره. كرة في الخط الأمامي والعراقي 28 سنة، ولكن هناك تغطية كترجع مرة أخرى مغربية. خماش كأن يبحث الاستفادة على الأقل من تماس، رجعت إليم، يرجع الجهة اليسرى، تمريرة عرضية ولكن في غياب متابع الكرة ديالو، ولكن مشات من الدفاع الخط الأمامي. تغطية دفاعية، كاين تدخل كان واضح، تدخل قوي. عروض فنيه بالامكانيات اللي عند لاعبين المنتخب الوطني المغربي واللي قادرين على الاختراق والوصول داخل منطقه الجزاء. زكريا وحدي واحد من هاد اللاعبين. صمد الزلزولي، هي الكره ديالو، محاوله ديال التصويب، اخذ ورد، يحاول يمر، كره تلفى داخل منطقه الجزاء، فرصه ديال وضع الكره في المرمى الرابع. تعود مره اخرى مغربيه، كاين خطا، كاين تدخل. بوكامير وكيرجع اعتماد على أسامة عامر بإضافة لمصطفى سعدون، ومن الجهة الأخرى هنالك أحمد فلالو المنتصر من أجل العراقي في واحدة من المباريات التي تهم دور المجموعة. تحضير حالة الانسلال من الجهة اليمنى، بحث عن المهارات الفضل. براس عملية الاختراق والمرور، إمكانية التصويب، لكن هنالك تغطية، الدخول داخل منطقة الجزاء، هدف أول ممتاز، جول مغربي، لعبت ببراعة، صناعة مغربية خالصة، فرحة في المدرجات، جماهير سعيدة بهدف أول. الهدوء كان، لكن الاندفاع كان موجود، الاندفاع موجود من المنتخب الوطني المغربي. شوف طريقة الاختراق في المساحة الضيقة، من رفع الكرة أشرف حكيمي هو صاحب الاسيست ومن صنع الهدف، راوغ بالقنطرة الصغيرة بين قدمي المدافع، وبعد ذلك رفع الكرة بالمقاس إلى لاعب طويل القامة كان في المكان المناسب، اسمه ريشاردسون، الذي وضع الكرة في الشباك معلنا عن 1-0. بداية مشجعة هذا الهدف اليوم. مستوى التغطية، فرصة الهدف، سفيان، عملية ديال الانسلال، أشرف حكيمي لمس الكرة ولكن كياخذ مبادرة. تغطية من مرة أخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي عند أشرف حكيمي، ينسل من الجهة اليمنى، يحاول يمر، هنالك مخالفة تحضر الآن. كرة دخول داخل منطقة الجزاء وخروج الحارس. أشرف حكيمي يلعب أرضية هذه المرة. تركيبة المنتخب الوطني المغربي اليوم مع فياريال، محاولة ديال التمرير أو تصويبة ولكن هناك تغطية دفاعية. ينطلق من الجهة اليسرى، محاولة ممتازة راسية ممتازة والهدف، جول ثاني يحمل معه كل الأماني للمرور إلى الدور الثاني، والبداية مشجعة في الشوط الأول. الجماهير في المدرجات تقفز فرحا كما نشاهد ثاني هدف يحضر بهذا الشكل، يسجل إذن
لاعب المنتخب الوطني المغربي سفيان الرحيمي، رابع اهدافه في الالعاب الاولمبيه، يعتلي الصداره الى حدود اللحظه ويواصل المسير. بذكريات 1992 محاوله فرصه تصوب ولكن الى خارج رقعه الملعب. اشرف حكيمي لعب الكره ديالو بقوه كانت بعيده. كاس العالم 1986 ضد بلجيكا، احمد راضي راه خط الوسط، تيرغالين وهذا محاوله داخل منطقه الجزاء، فرصه للتسديد، فرصه للتسديد. الحكم كيشوف بان هنالك لمسه يد جانبيه راسيه والحارس في المكان المناسب. اخر يمر كره ممتازه، تصويبه، جول 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 عالمي يا زلزولي، هدف عالمي يا زلزولي، كره في الزاويه البعيده، في الزاويه البعيده يسكنها في الشباك، والمنتخب الوطني المغربي يسجل ثالث اهدافه في هذه المشاركه الاولمبيه. مجهود فردي، وضع الكره في الزاويه البعيده، يعلن عن ثالث اهداف المنتخب الوطني المغربي، ويعبي الطريق ان شاء الله نحو المرور والتاهل الى الدور المقبل. با 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 لعب ببراعه، تمكن من وضعه في الشباك. الزلزولي اليوم قلت لكم بانه على مستوى الارقام، على مستوى كرة القدم يظهر على انها، هناك نشوفوا محاولة الحكم بالكرر، تمريرة عرضية جانبية رأسية ولكن الى البعيدة والقائم البعيد كانت صعبة. كرة رأسية مباشرة عن ردة فعل الكرة مباشرة الحارس منير محمدي يتمكن القوة الجوية العراقي الى فريق كومولي. العملية من اجل الانسلال والمرور من شانب الياس، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة تصويبة، جول. هي كورتو بالشكل المناسب، اخو ماش في المساحة الضيقة قام بكل شيء، لكن حارس مرمى المنتخب العراقي تألق في إبعاد هذه الكرة. لك العودة من جانب الدفاع للقيام بالتغطية. المنتخب الأولمبي العراقي بوكامير اخذ ورد كترجع مرة أخرى. لو عندك شوية حليب وشوية رز وكمان شوية مشمش، تعالي نعمل بيها أحلى حاجة حلوة سهلة وسريعة جدا. وعلى فكرة ممكن تبدلي المشمش بأي فاكهة أنت عايزاها. حطينا أول حاجة كوباية من الرز، وحطينا عليهم كوباية من الحليب وكوباية من المية، حطيناهم على النار عشان يستوي كويس. وبعدين بمسك بقى المشمش زي ما انتم شايفين كده، بطلع منه النوى وبشيل منه الحتة اللي هي السمرة دي. هنا بقى بجيب شوية مية سخنين، حطيت عليهم كيسين من الجيلي وبقلبهم كده، وبعدين عندي نص كوباية من المية وحطيت عليهم معلقة واحدة من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا. كان كده الرز استوى معايا. هبدأ بقى ان انا انزل الخليط ده والسكر على بعض، وبعدين هبدأ اقلب مع طبعا ورقة فانيليا لغاية لما تحسوا ان الرز بقى ايه، يتقل كده وبقى قوامه كريمي. هجيب بقى اي سلاطين ولا اي كاسات عندك، ابدأي نزلي فيها الرز بلبن اللي احنا عملنا ده، وطبعا لازم يبرد تماما علشان نبدأ ان احنا نحط طبقة الجيلي فوقيه. برص بقى اي فاكهه، ممكن ترصي مانجا، ممكن ترصي مشمش، تحطي حتى لو موز او فراوله، طبعا بس الفراوله مش متاحه قوي. وهنحط بقى دلوقتي كده الجيلي وبيسقع في التلاجة وبيبقى بجد تحفه. عايزه اقول لك بقى، لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي معايا في الصفحه وتنوريني وقولي لي رايك في الكاسات القمر اللي احنا عملناها النهارده دي ايه. انا عملت لك كذا موديل للكاسات علشان تعرفي ان اي كاسات معاكي تمشي في الوصفه دي. مع الف سلامه وباي باي.